عاوزك تطوق لي الجماليه كلها. امرك يا فندم. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. احمد باشا الديب بذات نفسه، وانا اقول الحته منوره كده ليه؟ اتحرك. طب بالراحه طيب. لا ما هو بالراحه اهو. ينفع كده؟ نضيف يا باشا. فيها يا باشا. في حد هنا في الحته مزعلك ولا حاجه؟ محدش يقدر يزعلني. ما انا برضه بقول كده، اصل اللي يزعلك يزعلني. فين ده يا رحيم؟ مين؟ ده اليمين يا باشا. هنلف وندور على بعض بقى ولا ايه؟ المفروض انا اللي اسال سيادتك السؤال ده. ماشي يا وحش. فتش لي شقه شقه في الجماليه لحد ما تلاقيها. امرك يا فندم. تعالى معايا. انت كويس؟ بنفسك. منورين يا باشوات. شوي بدأ شاشة. يلا اسرع. مش موجوده يا فندم في العماره. اخر مره شفت فيها عزت كان امتى؟ عزت؟ عزت مين يا باشا؟ تكونش سيادتك تقصد استاذ عزت الحلالي بتاع السينما؟ هو بقى له فتره مختفي فعلا. ايه الخفه دي يا رحيم؟ انا بتكلم عن عزت اللي كان بيشتغل مع امينه. امينه، الله يرحمها بقى. امينه كان معارفها كتير، تلاقيها كانت فعلا تعرف واحد اسمه عزت، بس انا ما اعرفوش. ملهاش اي اثر يا فندم. والله يا اخي اول ما شفتك قلت اكيد مش هيدور، بس معلش الرجاله عملت شغلها برضه. يا احمد باشا، انت عارف كويس ان داليا بريئه. انت عارف كويس قوي ان انا مش عايز داليا. انا وانت فاهمين بعض كويس، وانت عارف انا عايز ايه. مشكلتك يا احمد باشا انك مش قادر تنسى اللي حصل في 2011. انسى؟ انا شغلتي ان رحيم بتاع 2011 ما يرجعش تاني. يبقى سيادتك كده غاوي تعب يا باشا. ما انا جيت لك من الاول، جيت لك دغري وقلت احط ايدي في ايدك، بس انت بقى مصمم تنفذ اللي في دماغك. تهديد ده ولا ايه؟ معاش ولا كان اللي يهدد الحكومه. اقول له قوات تتحرك يا حبيبي. لا تتحرك ايه يا باشا؟ طب والشاي؟ ولا واحد شاي سك عليه سكر زياده بسرعه. طب يلا يا خالد في ايه؟ تمام يا فندم. الشاي ده بقى هجيبك عندنا تشربه. ماشي يا وحش؟ يلا. نورتونا يا باشوات. ايه الاخبار يا باشا؟ مالوهاش؟ شكرا يا باشا، شكرا لحضرتك. السلام.
ايوه، اللي اتفقنا عليه هنكمله. يلا. رحيم، انت كويسه؟ انا كنت حاسه اني هموت. طب اهدي خدي نفسك. الحمد لله الحمد لله. انا شفت رجليهم خلاص، قلت البوليس هيسيبني. دي اكتر مره خدت فيها في حياتي. حقك عليا. داليا، انت كلمتي حد تاني في التليفون غير مامتك؟ كلمتي حد في التليفون؟ ايوه، انا كلمت عمادي. ليه؟ ليه يا داليا؟ لانه قال لي لو رحت له هيخلصني من المشكله اللي انا فيها. وعماد لو يقدر يساعدك ما عملش كده ليه وانت في السجن؟ التليفون فين دلوقتي؟ فوق في البيت. كويس. ولو سمحت ما تعمليش حاجه تانية غير لما تقولي لي. اديك شفتي اللي حصل. رحيم، انا مش عايزه ادخل السجن تاني. ما تخافيش. طول ما انت معايا البوليس مش هيقدر يوصل لك. عارفه ليه؟ مفيش حد يقدر يفهمه اكتر من مجرم قديم ورد سجون زيي. يعني ايه مش عارفين توصلوا لها؟ ايه؟ تليفونها عمل 3 مكالمات وقفل؟ ماليش فيه، انا عايز الست دي بأي طريقة. مالك يا سيد؟ ماليش، هيكون مالي يعني؟ مالكش ازاي؟ ده انت متشلفط جامد. عارفة يا رحاب، لو اعرف العيال اللي عملوا فيا كده ويطلعوا هم اللي في دماغي، عارفة هعمل فيك ايه؟ هعلقك من رجلك، لا هعلقك من شعرك زي اليويو. ما تستهدى بالله يا سيد وتطلع اهلي من نافوخك بقى. لما يسيبونا هم في حالنا يا اختي. هو هشام كان جاي ياخد منك فلوس صح؟ لا مش صح. مش صح. ماشي يا رحاب، ماشي. ورحمة امي ورحمة امي اجيب العيال دي. ياه، انا تعمل فيها كده؟ معلش معلش اهدى. حاضر حاضر يا رحاب. ثانك يو يا زياد النهارده. على ايه ولا على ايه بس؟ هيكون على ايه؟ عشان صحتني. لو ما كنتش صحتني الكويز ده كان هيروح عليا. الحمد لله يا رب اني كنت السبب في ان الكويز ده ما يروحش عليكي، الحمد لله. انت اوفر كده ليه يا ابني؟ I'm being nice معاك وبقول لك صحتني وشكرا. انت بتعملي كده ليه؟ وانا عملت لك حاجه؟ الحق عليا، وانا كنت عايز اعمل فيكي جميله بس طلعتي ما تستاهليش. دي جميله ايه دي بقى ان شاء الله؟ لا مش هقول لك خلاص. لا بجد قول لي. طيب بص،
في ابلكيشن كده شفته على الموبايل بالصدفه اسمه I can't wake up. اوكي هيعمل لي ايه مستر كانت ويك اب ده؟ هيبعت لي واحد يجي يصحيني؟ ايه الطعمه دي؟ دي اقل حاجه عندي. طب بس خلاص بهزر. تعالى معلش اشرح لي. استغفر الله العظيم. بصي الابلكيشن ده بيبعت لك كل يوم تاسك لما الموبايل بيعمل سنوز. عارفه يعني ايه سنوز؟ انا قصه حياتي ان انا بقفله من الصبح يا زياد. اوكي بصي تاسك زي ده كده ولازم تحليه. الحوار ده انت بتهزر؟ انا هحل البتاعه دي؟ طب وايه المشكله؟ لا دي صعبه جدا. يوه انا غلطان، عايز اساعدك. سيبك بقى من السنوز والتاسك والحاجات دي وخلي الموضوع ده عليا انا كل يوم اصحيكي. لا ده انت خدت عليا قوي. طب وايه المشكله؟ ريم اهلا اهلا. ازيك يا زياد؟ ازيك يا انكل؟ عامل ايه؟ اه واقف ليه؟ اوكي اخبارك ايه؟ تمام؟ الحمد لله. الجماليه حلوه؟ كويسه يا عم. بس في اختلاف يعني ما بين الجماليه والقصر. الناس هنا مختلفه. ولا ايه؟ تمام يعني تمام. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بابا زياد كان بيوريني ابلكيشن كده على الموبايل. ابلكيشن ايه؟ انا هحتاج اشرح كتير. بص يا بابا خليك انت في موبايلك والابلكيشن بتاع الكشاف اللي بينور ده كده زي الفل. تصدقي عندك حق فعلا، ملوش لزوم الكشاف، كفايه نور زياده علينا. ميرسي يا انكل. طيب انا المضطر امشي. ما انت قاعد. لا عندي اساينمنت وعندي حاجات كده كتير لازم ايه اعملها. الكنبه مش مريحاك ولا ايه؟ لا بالعكس كويسه جدا. رورو هكلمك. اوكي. لطيف قوي زياد ده، ولا ايه يا رورو؟ تمام يعني. مش عايزه تقولي لي اي حاجه؟ حاجه ايه؟ اي حاجه. احنا مش صحاب؟ مش انت بتعملي المصيبه وتيجي تحكي لي؟ ولا انت ناسيه لما كنت صغيره وتعملي نفسك عيانه على امك عشان ما تروحيش المدرسه وبعدين تيجي تقولي لي انك مش تعبانه عشان ما قلقش؟ لا مش ناسيه يا حبيبي، ما تخافش عليا. انا مش عايزك تخبي عليا حاجه. انا صاحبك مش ابوكي وبس. رايح فين؟ هعمل مصيبه. بس هتحكي لي. اكيد، بس ما تقوليش لامك. ها عيب عليك. ايوه يا ماما عماد، انت برضو مش مصدقه بعد كل اللي قلتهولك ده؟ مش انت اللي خليتيه يكلمني من نمرتك؟ ماما لو سمحتي ممكن ما تتصرفيش من نفسك تاني؟ انا كنت هرجع السجن بسببك. سلام يا ماما، سلام. لا انا مش عارفه هعرف اكلمك انت. مع السلامه. تخيل هي برضو مش مصدقه ان عماد اللي بلغ عني. انت بتحاول تكلم مين؟ ده واحد معرفة قديمة. عشان يشوف لنا مكان تاني يعني؟ لا. رحيم، هو انت لسه زعلان مني؟ أنا عمري ما أزعل منك مهما عملتي. بس انت متغير يا رحيم، فيك حاجة؟ أبدا. أحمد الديب جاب سيرة واحد النهارده معرفش وصله إزاي. يقول لي بيشتغل مع أمينة. يمكن أكون فهمت غلط أو تشابه أسماء. أنا مش فاهمة حاجة. إحنا كنا بنتكلم فيه قبل ما يطبوا علينا. تهريب وغسيل الأموال. أحمد الديب جاب لي سيرة واحد اسمه عزت. أنا معرفش غير عزت واحد بس.
عزت منصور كان موظف بنك كبير، هو اللي كان بيساعدني في تحويل الأموال أيام الثورة. وصل له إزاي أنا مش عارف. المشكلة بقى إن عزت ما بيردش عليا في التليفون. هو انت محتفظ برقمه لغايه دلوقتي؟ أنا مش بسجل نمر على الموبايل، أنا بحفظها. مش يمكن غير رقمه؟ يمكن. رحيم، هو انت هربت الفلوس دي ازاي؟ ده حوار كبير أوي يا دالي. تسمع عن واحد اسمه جون خباز؟ لا. جزءتي رائع. أنت بتعمل إيه يا خواجة؟ ده أثري مش لللبس. أنا مش أي حدا، بعدين هيني يكون من البقلة. تسلمي. شوفي. لا أبدا، بس حاسس بحركة غريبة في الجنينة. أنت هون عند جون خباز، ما تقلق. سلامتك. الله يسلمك. اللي عملته معنا يا رحيم ما بينوصف، وجميلك رح يضل فوق راسنا. بس تعرفني منيح، رح تعرف إن جون خباز ما بينسى الجميل، ورح يرد لك إياه أضعاف مضاعفة. اللي أقول لك يا خواجة، هي الناس دي كانت عايزة منك إيه بالظبط؟ هلا إذا أنا سألتك منين جبت هالضوء الأثري، بتجاوبني؟ غلبتني. شوف يا رحيم، أنا اللي غير لي حياتي وقلبها من فوق لتحت الصدفة. فيك تسميها ضربة حظ، بس أنا مؤمن إنه الحظ ما بيجي غير للي بيستحق. وأنت أنقذت حياتي يا رحيم، مشان هيك بدي إياك تشتغل معي. في حاجة؟ جون عايز حاجة؟ جون ايه؟ طب انت هنا بتعملي ايه؟ عايزة حاجة؟ أنا أول مرة أشوف رجل أعمال كده. فين شركاتك؟ فين الموظفين بتوعك؟ ده أنت حتى ما عندكش عربية. أنا أول مرة أشوف رجل أعمال بيمشي من غير بوديجارد. 230. نعم. يعني إيه؟ هذا الرقم تقريباً لعدد دول العالم، وتقريباً عدد شركاتي. يعني ممكن هذا المكان اللي نحن قاعدين فيه يكون إلي وأنا ما بعرف. طب أنت محتاجني في إيه؟ رحيم، أنا حبيتك. الله يحفظك. أنت أنقذت حياتي، وأنا ما بحب كون مديون لحدا. إذا ما وافقت تشتغل معي ما رح تخسر، بس أكيد كمان لا يمكن تعرف قديش رح تربح. وأنا عايز أكسب، بس هشتغل معاك إيه؟ تسمع كلام. جون خباز ومراته مش بيقعدوا في بلد أكتر من شهر. ليهم شقق وقصور في كل بلد، وقبل ما نسيب البلد دي تكون الشقق والقصور دي اتباعت واتجاب بدلها في بلاد تانية شقق وقصور وبيوت. في الأول فهمني إنه رجل أعمال سويسري من أصل عربي،
وقال لي إنه مش هينكر إن جزء كبير من شغله غير شرعي وستار لعمليات تهريب في كل حاجة. ما كنتش فاهم حاجة، كنت عامل زي مساعد ليه وبودي جارد في نفس الوقت. الغريب بقى إن في المصاريف الرهيبة اللي بتتصرف قدامي دي مش شايف أي تجارة بتحصل. بيفتح شركات وبيقفلها في نفس الشهر، يزور بنوك ويفتح أرصدة ويقفلها قبل ما نخرج من باب البنك. طب فين البضاعة اللي بيتاجر فيها؟ مفيش. أول حاجة جت في دماغي إنه بيتاجر في السلاح، لكن اللي فهمته بعد كده إنه بيتاجر في الفلوس. شوف يا رحيم، أكتر تجارة بتربح بالعالم هي غسيل الأموال. حتى إذا بتخسر بيضل معك مصاري، بس هي الشغلة أهم شيء فيها إنك تكسب ثقة اللي حواليك، يكون عندك صداقات. أنا كل اللي بيشتغلوا معي، كل زبايني، كل عملائي، أصدقائي بيستأمنوني على أموالهم، وأنا بحول لهم المصاري اللي بدهم يغسلوها لمصاري شرعية وقانونية. شوف، ما في بلد في العالم إلا فيها مسؤول فاسد، وأنت مهمتك تصادقه، لأنه هو رح يخدمك وأنت رح تخدمه. أنا بحول المصاري من بنك لبنك وبشتري فيها شركات وببيعها، وأبداً ما بخسر، دائماً بربح. مشان هيك الكل بيرحب، لأنه الكل شركاء والكل بيقبضوا من المصاري اللي بتتحول. إذا فرضنا إنه بدك تحول 100 مليون دولار، لازم تفهم إنه اللي رح يبقى منهم 50 مليون دولار بس، وال50 الثانية رح تتوزع على الكل. طب ولو الفلوس اتكشفت؟ شو يعني؟ ما خلص صارت شرعية وقانونية، ما حدا بيقدر ياخدهم منك إلا بإرادتك. هذا إذا انكشفوا أساساً، وهذا سر. من أول لحظة تقابلنا وأنت عم تحاول تبعد عني. فيني أعرف ليش؟ علشان انتي مرات شون، الراجل اللي مشغلني. بس أنا بحبك. طب وجون؟ كمان بحبك. نيكول مش هينفع. أنت عارف شو عم ترفض؟ فرصة رجال أهم منك بكتير بيتمنوا ربحها. للأسف أنا مش منهم. أنا مش هسافر معاك تاني، عايز أفضل هنا في مصر إلا لو احتجتني. أنا عمري ما احتاجتك يا رحيم، قلت لك هذا الحكي أكثر من مرة. كل ما في الأمر أني حبيتك. أنا محتاج أستقر في مصر، أهلي محتاجيني. براحتك. وهلا صار فيك تحول مصاريك اللي عملتهم برا لهون. فضلي يرجع لك، مش أنت اللي علمتني. أنت يا رحيم تعلمت مني أشياء كثيرة، وهذا التعليم له ثمن. بدي إياك تكون جاهز لرد الثمن بس أطلبه منك. وأنا تحت أمرك. رحيم، أنت ليه رفضت نيكول؟ شو اللي منعك تتجاوب معها يعني؟ علشان هي مراتك. أحيي شهامتك ورجولتك، أنت رجل فعلا. بس بدي أنصحك نصيحة، بعيدا عن قصة نيكول، نصيحة بشكل عام. بس تجي الفرصة لعندك لا تفرط فيها.
طب انت ليه ما حكيتليش حكايه سفرك دي قبل كده؟ انت ما كنتيش تعرفي الجزء ده من حياتي. كنتش شايفاني رجل اعمال وبس. بس احنا كنا هنتجوز. هو انت كنت هتتجوزني وانا مش عارفه عنك كل ده؟ ما انا كنت اكيد هقول لك في يوم من الايام، يعني زي دلوقتي لما جت مناسبه قلت لك. ايه التمن اللي طلبوا منك الراجل ده؟ ما هو راجل زي ده اكيد ما سابكش في حالك. كان هو السبب في القبض عليا. هو اللي بلغ عنك؟ جون خباز كان بيغسل فلوس لناس في مصر طول السنين اللي فاتت. لما قامت الثوره الكل اترعب، كله كان عايز يهرب فلوسه بره مصر، وهو ما كانش يقدر يعمل ده لوحده. علشان كده طلب منهم يدوروا عليا علشان اساعده من هنا. يعني هو اللي كان بيحول الفلوس ساعتها؟ هو اللي انتي قلتيه ده شكله ساذج شويه، لانها ما كانتش فلوس واحد بس، كانت فلوس ناس كتير. كان من ضمنهم مسؤولين كبار في البلد، كل واحد غسل وحول فلوسه بطريقته. جون بقى كان واحد من المعلمين الكبار في حكايه الغسيل دي. هما اتعاملوا معاه وانا كنت بشتغل معاه من هنا. وانت وافقت؟ بيزنس، لقمة عيش وجاي لحد عندي اقول لا. وبعدين انا كنت شايف ان انا بخدم البلد. تخدم البلد؟ تخدم البلد ازاي؟ انت بتهرب الفلوس؟ داليا، الكلام ده كان من 8 سنين، يعني اكيد احنا دلوقتي شايفينه بشكل تاني. انا كنت بتعامل مع اكبر ناس في البلد، والناس دي طلبت مني خدمة ليهم، كنت عايزين اقول لا. دول كانوا هم البلد يا داليا، هم البلد، فهماني؟ طيب انت ليه ما فكرتش ان جون خباز ده هو اللي خد 700 مليون اللي بيطردوك علشانهم؟ لا، جون ما يعملش كده، ده بيتعامل في مبالغ اكبر من كده بكتير. انا شفت ده بعينيا. الو. الو عزت، انا رحيم السيوف يا عزت. رحيم بيه، انت خرجت امتى؟ انت فين؟ انا لازم اشوفك. تشوفني ليه؟ انت في حد كلمك من رقم مجهول؟ هما طلبوك انت كمان؟ طلبوا منك ترجع 700 مليون؟ ايوه، كلموني وبيهددوني بالقتل. انا خايف يا رحيم بيه. عزت انت فين؟ قول لي مكانك وانا هجيلك. مش هينفع اقول لك انا فين، بس ممكن نتقابل بره. هكلمك تاني واقول لك امتى وفين. سلام. هو قال لك ايه؟ طلبوا منه يرجع 700 مليون وما فهمتش منه حاجه، لحد ما قابله. انا لازم انقلك من المكان ده في اسرع وقت. هشام هشام اسمع حد لمسك؟ الزمار مسؤول. فلوس قدامك يا ابو ورد. قاعد لو انت فاضي. يلا بس يلا. استنى لسه بينا كلام كتير. ابو ورده عايزه دم، خليها دم. ولا اسكت، انا عايز دم واحد بس. لا سيبوه هشام، النبي سيبوه. ايه لازمتها النمره دي يا ابو ورده؟ الفلوس اهي ومعاك، والطار القديم وخلص، واحنا مش عايزين نجدده، والا كان زمانك شايف دلوقتي رحيم معانا. مين قال لك ان انا مش عايز رحيم يبقى معانا؟ سيبوه النبي. خلاص يا بنت، يا ريت كان جيت عشان ياخد عايز اخوه. يا على ابو ورده، ولو عايز فلوس تاني هجيب لك. انا خدت اللي انا عايزه. يا على ابو ورده. سيبوه. كده ما ينفعش. ازاي تبتدوا من غيري؟
أمينة هي اللي قالت لك كده؟ أمينة يا باشا كانت قاعدة ما بتتكلمش، لا مؤاخذة يعني اللي كان بيتكلم هو سيد، بس كل كلمة كان بيطلعها من بقه كان بيباصيها لها، بيأمن عليها كده بعينيه يعني، كأنها هي اللي محفظاه بالظبط. يعني هو اللي قال لك تقتل رحيم؟ الكداب مش راجل يا باشا، ايوه يا باشا، سيد هو اللي قال لي اقتل رحيم يا باشا، بس حق الله انا ما كنتش هنفذ. باشا انا كل املي في الدنيا يا باشا ان انا اجرح رحيم جرح بسيط كده يعني، اعلم عليه، لكن اقتله؟ لا. ماشي يا خميس، هتطلع مننا على النيابة، بس قسما عظما لو كلمة واحدة قالت على اللي اتقال هنا هتقضي بقية عمرك في السجن. عمر يا باشا، حاضر. عماد، جيت في وقتك يا عماد بيه. ايه ده يا ابو ورده؟ هو ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ الله، ده انتوا متفقين مع بعض بقى. انت جاي تشمت فيا يا عماد؟ هي الشماتة حلوة وأنا بحبها جدا، بس مش ده اللي جايبني دلوقتي. امال ايه اللي جايبك؟ تلاقيك انت اصلا السبب في كل اللي بيحصل لنا ده. جاي علشان انتوا أهلي وناسي اللي ما ينفعش أسيبكم في لحظة زي دي. يا حنين. وبعدين انتوا عايزين الناس تقول عليا راجل مش أصيل. ترضاها؟ الواد ده كل عليا بضاعة، ولو سكت فضحت هتبقى بجلاجل. حقك، بس اللي عمل الواد ده عندي. ماشي يا عم عماد. حلو، حلوة بجد. انتوا فاكرين بقى اللعبة دي هتدخل علينا؟ أنا من الأول قلت كده، الحكاية دي كارفة حاجة وحشة. طول عمرك كده يا حلمي نيتك وحشة. بقى ده جزاتي عشان جاي أنقذكم وأخدكم معايا؟ خلاص يا بورد، كل اللي عملوه ده عندي أنا. احنا اتفقنا هيمشوا معاك، بس ما قلناش هيمشوا ازاي. أنا قلت هيمشوا معايا من غير ما حد يلمسهم. ماشي يا عماد بيه. خلصتوا المسرحية؟ ننزل بقى بالستارة عشان نشوف آخرتها إيه. عشان أنا عارف ومتأكد آخرتك معايا يا عماد. أنا مش عايز منك حاجة يا حلمي. أي نعم في بينا مصانع الحداد، بس أنا عند الدم بقف، لأن أنا مش بحب الدم، وأنتوا عارفين كويس أبو وردة كان ممكن يعمل إيه؟ دم كتير كتير. خلاص يا أبو وردة، خلاص. بتشوف. أوكي، يلا اتفضلوا عشان تركبوا معايا. يلا، اللي عايز تقعد. يلا. استنى مني تليفون. يعني عايز كام جرد يا سيد بيه؟ مين قال عايز جردات؟ أنا قلت عايز جردات؟ أنا عايز تريلات، عايز وحوش يحملوا القصر والمركب دي ويتحركوا معايا في كل مكان. صلي على اللي يشفع فيه. اللهم صل عليه. أنا عندي رجالة بس هيكلفوك كتير قوي يا سيد بيه. كلفوا زي ما يكلفوا، أهم حاجة يكونوا مضمونين ورجالة. أي راجل أبعتهولك أنا أضمنه برقبتي. اتكل على الله. بالإذن يا باشا. إذنك معاك. زياد؟ ازيك يا خالو؟ انا من امتى؟ انا هنا بقالي كتير. ايه انت في شم البيت ولا سيد ضايقك زي كل مره؟ لا عادي يعني. بتتكلم ياض في ايه؟ سيد ماشي يشتم فينا كلنا، بس انا ما سكتلوش. جدع. الله يحرقك يا سيد. وهو ماشي يشتم فينا كده طول الوقت؟ هشام هو السبب، جاي له واتخانقوا مع بعض. وهشام كان جاي ليه؟ كان جاي ياخد من روبي 500,000 جنيه. 500,000 جنيه؟ ليه؟ حاسب. باب مفتوح؟ شكرين يا عماد بيه. ده أقل واجب. المهم تكون المدام بخير ومحدش يتعرض لها. لا الحمد لله بخير. أوكي. أنا مستني. مستني إيه؟ قول لي بقى،
ليه كل الفيلم ده؟ ابدا، زي ما تقول كده صعب عليها تموتوا بايدين واحد زي ابو ورده، وقلت انكم لازم تموتوا على ايد حد اشيك من كده شويه. عماد، احنا اشتغلنا مع بعض كتير قوي. طلع اللي جواك. اللي جوايا؟ اللي جوايا ادي اللي جوايا. تهيألي ده يغطي مصاريف بنتك، مش كده؟ الله، ده انت عارف كل حاجه اهو. ابدا، عايزك في شغل وده العربون. واذا رفضت؟ العربون مش مردود يا صاحبي. حلمي، ما تفكرش غير في بنتك وبس.